مرحبا بكم متابعينا، عدنا لكم من جديد في برنامج رسالة خير في حب الغير برسالة أخرى في حلقتنا 11 وفي فقرتنا الأولى بعنوان مهم جدا أتمنى أن تمنحونا في ذلك أسماعكم وقلوبكم. عنواننا اليوم عن الوالدين. قال الله في محكم كتابه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. خص الله عبادته وطاعته بطاعة الوالدين، ولذلك حقوق الوالدين من أكبر الكبائر، كما أنه في أحاديث كثيرة وآيات أخرى تحثنا على عدم عصيان أو على عدم عقوق الوالدين. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. ولذلك سبب من أسباب الرزق والسعادة وراحة البال والطمأنينة هي طاعة الوالدين، وهم السبب الثاني لوجودنا في هذه الحياة، سبب في رعايتنا. ولو في هناك بعض من الأسر تجد الأب والأم يقسون على أولادهم، ولكن مهما كان الله أمرنا أن نصاحبهما في الدنيا معروفة، ما لم يأمرونا بشيء قد نهانا الله عنه. مهما كان طاعة الوالدين سبب من أسباب دخولك الجنة، سبب من أسباب توفيقك، سبب من أسباب أيضا الثمرة الذي تأتيك بأولادك. بروا والديكم تبركم أبناؤكم. ولذلك من أراد الحياة السعيدة والطمأنينة والراحة والرزق وأبويه على قيد الحياة فليبرهما وليحسن صحبتهما مهما كانت ردودهم أو مهما كانت قصورهم. نحن علينا ملزمون من الله سبحانه وتعالى وفي آياته وسنة نبيه بطاعتهما ومصاحبتهما وتوفير كل السبل التي أمرنا الله بها، فهم السبيل الوحيد للرزق والراحة ودخولنا الجنة. فبروا بوالديكم تسعدوا في حياتكم الدنيا وتنالوا في ذلك رضاه ورفعة ودخولكم الجنة. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا يا جماعة. طبعا اليوم حابة أفاجئ عزت لأنه حصل على ترتيب 94% في صف 9، وأغير منها نمط البرنامج في سؤال عن المعيشة. سؤال عن السؤال بسيط ويكون جائزته منها أنها هدية مفاجأة ومنها أنها جائزة البرنامج. هي عبارة عن تورتة قربت أوصل البيت طبعا لأنه بيتنا بعيد في سعوان، وإن شاء الله خير. ترقب بيت ابن أخي عزت الذي إن شاء الله يعود للفن، ونسألها السؤال الذي قلنا لكم. يلا يا بطل، كيف أنت؟ أخبارك يا أيها الطويل؟ شوفوا صلاة على النبي. يا الله حمينا. السؤال يا عزيزي، هات آية تدل على حث طاعة بالوالدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. ألف مبروك، والجائزة ترقبها. انتظر هنا أرجوك لو سمحت. جلس صامتة. أيوة، إحنا الآن نسين نجيبها الجائزة ومشروع عارف لها طبعا، وهذه هي الجائزة. لحظة. ألف مبروك النجاح مع التعب، يعني تشوهت شوية. جاء 94 طبعا. احنا الآن قادمين. أخيرا وصلنا. تفضل. الله هي بسرعة ولا شوف بسرعة، لا تنكع ولا شيء. بمناسبة النجاح ألف مبروك. شكرا. الله هنيئا. مبروك النجاح إن شاء الله أوائل الجمهورية. يا حي الله متابعينا، عدنا لكم من جديد في برنامج رسالة خير في حب الغير. في الفقرة الثالثة أكيد عودناكم على نلتقي بمشاهير نجوم السعيدة أو بمبدعين نجوم السعيدة، واليوم نلتقي بالعسولة الكيوتة الحلوة اللي أنا أعتبرها واحدة من أهلي صراحة، وأحلى ناس تعرفت عليهم في المجال الفني. أحلى فنونة، كيف حالك؟ كيف حالك؟ تمام، أنت كيف أنت يا خويدة؟ تمام التمام. يا فنونة، هل أنت بتطيعي ماما وبابا؟ أكيد. يا سلام. إذن إيش رسالتش للناس عن الوالدين؟ رسالتي
عن الناس للوالدين. الوالدين هم الذي تعبوا علشان ينمونا، علشان يحققوا مستقبلاتنا، علشان يفعلوا كل شيء في هذا الدنيا. والأم هي عبارة عن تعبت عنا وجلسنا احنا في بطنها 9 شهور وتحملتنا وتعبت علشاننا، وضروري ما نطيعها ونفعل. وهذا أمر الله أيضا، وهذا القليل إن احنا نفعل لها. والأب هو الذي يخرج في الشمس، يشتغل ويفعل كل شيء، يعني وهو تعب علشان أيش؟ علشاننا. وكمان يتعبوا الاثنين، وأشكر ماما وبابا على أنهم فعلوا لي كذا. أدوا هذا الكيوتة، نشكرهم أيضا لأنهم جابوا هذا العسولة على الحياة. وانتي عسولة. فعلا الوالدين هم السبب الثاني لوجودنا في هذه الحياة، والله لم يقرن عبادته بشيء إلا بالوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فهم سبب من أسباب دخولنا الجنة. ولذلك بروا الوالدين